طالب ثانويه عامه ممكن تركز معايا 10 دقايق؟ انا عارفه ان انت ما عندكش وقت، بس انا كمان ما عنديش وقت عشان انا بصور لك في ليله امتحاني، فالحل من بعضه. فركز معايا عشان هقول لك تاخد ايه معاك في لجنه الامتحان، وايه اللي تعمله وايه اللي ما تعملوش في لجنه الامتحان. اول حاجه محتاج تاخدها معاك لجنه امتحانك، وهي حاجه بديهيه جدا بس ممكن مع توترك وخوفك تنساها، وهي ادواتك. هتقول لي يا فايزه في ناس ممكن تنسى ادواتها اللي هي اهم حاجه معاها في اللجنه. هقول لك ايوه، وحصلت قدامي ومعايا في لجنتي كانت ناس ناسيه رقم الجلوس. وليه وازاي بينسوا اهم حاجه؟ عشان التوتر والخوف ممكن لا قدر الله يتمكن منك ويخليك فعلا مش مركز. فباكد عليكم تاني، ادواتكم تتجهز من بالليل وتتحط في المقلمه في الشنطه بتاعتكم اللي انتوا هتاخدوها معاكم الامتحان، وتتاكدوا عليها والصبح تتاكدوا عليها تاني. طيب يا اوزه، ايه الادوات اصلا اللي انا هاخدها معايا؟ تعالوا اقول لكم ايه الادوات اللي انتوا هتحتاجوها في لجنه امتحان ثانويه عامه. اول حاجه هنحتاج مقلمه، سواء شفافه او المقلمه العاديه. ولو انتوا لسه مش عارفين مسموح لكم مقلمه او مش مسموح لكم، فممكن تاخدوا مقلمه شفافه بالشكل دوت عشان هيبان فيها كل حاجه، فديت مش هتصير شك المراقب اللي واقف عليكم. طيب انت ما عندكش مقلمه شفافه، تقدر تاخد المقلمه بتاعتك العاديه، بس قبل ما تدخل الامتحان توري المراقب اللي واقف عليك جوه المقلمه فيها ايه، وتوريها له كلها عشان ايه ما يبقاش شاكك فيك طول اللجنه ويوترك. فوري له المقلمه بتاعتك كلها عشان يتاكد ان ما فيهاش ورقه او اي حاجه. ناخد ايه بقى في المقلمه؟ اول حاجه هنحطها في المقلمه بتاعتنا وهي اكيد رقم الجلوس دوت اهم حاجه، دوت الاثبات الشخصي بتاعك، فاهم حاجه رقم جلوسك يبقى معاك. تاني حاجه هناخدها معانا هي قلمين جاف. وهتقول لي ليه قلمين؟ انا بجيب قلم واحد بالعافيه. معلش تعالى على نفسك، وخد قلمين عشان لو قلم لا قدر الله سايح، او قلم ضرب، او قلم ضاع، او قلم وقع، او اي حد ناسي معاك في اللجنه قلم، فتقدر تديله قلم وتكسب ثوابه. فيعني خلي معاك قلمين جاف. الحاجه اللي بعد كده لازم تكون في مقلمتك في لجنه امتحان ثانويه عامه، وهي القلم الرصاص. وما تقوليش ده مش مهم، كفايه عليا ان انا جايب قلم جاف. هقول لك مهم بطريقه مش طبيعيه، عشان انت لو واقف معاك اي حاجه تقدر تعلم عليه. لو شاكك ما بين كذا اجابه تقدر تعلم عليهم وتعلم على السؤال اللي انت ترجع له تاني. لو في اجابه في المقالي انت عاوز تكتبها وتشوف انت شاكك في دي، او لسه هتجمع الجمله، او لسه هتكتب الاجابه وتشوف هتكتبها صح ولا غلط، فممكن تكتبها بالرصاص وبعد كده تمسحها. فقلم رصاص مهم جدا ويكون مبري، ولو كل شويه بيتقصف منك خد معاك برايه او قلم سنون. وما دام اخدنا قلم رصاص يبقى لازم جومه، ولو جومه القلم كويسه فخلاص تمام، لو مش كويسه فيفضل تاخد جومه عشان ما تعطلش في نص اللجنه. ودي الجومه بتاعتي، بصوا شكلها كيوت ازاي، فشكل قطر. بصوا استنوا اهي سكر. اخر حاجه خلاص هناخدها في المقلمه وهي مسطره ما تكونش شفافه. وانا عارفه ان في ناس كتير قوي مش بتعمل كده، بس بجد مهمه بطريقه مش طبيعيه. للمره الثانيه بقول لكم اهو، بجد المسطره مهمه قوي وما تكونش شفافه. انا عارفه ان دي شفافه بس يعني هي اللي موجوده دلوقتي. مهم جيبوا مسطره مش شفافه، عشان البابل شيت بيبقى الدوائر كلها تحت بعض، فلا قدر الله ممكن عينك تزغل. فانت لو اتلخبطت في واحده وسبت واحده، حرفيا البابل شيت ده كله بايظ وهتضطر ان انت تعيده تاني. فيعني على اكيد كلنا مش حابين نغلط في البابل شيت، فاتمنى تاخدوا معاكم مسطره ما تكونش شفافه. واي سؤال انتوا واقفين عنده يبقى هو يعني اخر حاجه عند المسطره، فاهميني؟ كل ما تخلصوا السؤال تنزلوا على سؤال، كل ما تخلصوا السؤال تنزلوا على سؤال، لغايه لما تخلصوا الاسئله، وان شاء الله مش هتتلخبطوا. يبقى سريعا تاني هقول لكم تاخدوا ايه في المقلمه كده بسرعه. اول حاجه لو انت اخدت مقلمه مش شفافه توريها للمراقب بتاعك عشان ما يبقاش شاكك فيك ورايح جاي عليك كل شويه. هناخد اول حاجه رقم الجلوس، قلمين جاف، قلم رصاص، جومه، برايه لو القلم بتاعك بيتقصف، او قلم سنون. وهناخد معانا مسطره ما تكونش شفافه. ناخد ايه تاني معانا في لجنه امتحان ثانويه عامه؟ هناخد اللي هو بيكون ستاند للورق، اللي هو سناده، اسمها سناده تقريبا. المهم لو مسموح لكم، يعني عشان انت مش ضامن المدرسه اللي انت هتمتحن فيها سواء ابتدائي اعدادي ثانوي، انت مش ضامن المدرسه اللي انت هتمتحن فيها الديسكات بتاعتها كويسه ولا لا. انا عن نفسي كنت بمتحن في مدرسه ابتدائي، فيعني الديسكات كانت قد كده، وغير كده بايظه ومتدمره على الاخر، وما كانش مسموح لنا ناخد معانا السناده. فشوف انت هيسمح لكم تدخلوا بيها، واتمنى تدخلوا بيها عشان انت فعلا مش ضامن اللي انت سند عليه ده هيطلع خطك حلو ولا لا. لو مش مسموح لك اسند الورق على بعضه معلش كده فوق بعضه، او اعمل زي ما انا كنت بعمل، بسند على كتاب المفاهيم عشان خطي يطلع كويس ومفهوم للمراقبين. فاتمنى يسمح لكم بان انتوا تاخدوا معاكم سناده. الحاجه الثانيه المهمه اللي لازم تاخدها معاك في لجنه امتحان ثانويه عامه وهي مناديل ووايبس. وهتقولي يا فايزه انا بفكر اصلا ما اخدش معايا قلم، ايه اللي اجيب مناديل ووايبس؟ اقول لك معلش تعالى لنفسك، انت مش ضامن المدرسه اللي انت رايح تمتحن فيها دي شكلها عامل ازاي، ممكن تكون مهجوره مطربه. انا عن نفسي المدرسه اللي كنت بمتحن فيها كانت مدرسه الابتدائي، وحرفيا الديسكات كانت مهجوره ومتبهدله ومطربه، ويعني كانت كل حاجه مبهدله. فيعني انت عايز هدومك تفضل مطربه او تتبهدل براحتك، فيعني انت حر. فمعلش تعالى على نفسك وخد معاك مناديل ووايبس عشان يعني ما تبهدلش ايدك وما تبهدلش كوعك والورقه تتبصم ويعني يبقى حالتها حاله. فخد معاك مناديل ووايبس عشان ايه تمسح قبل ما تقعد. وانا عارفه كده كده ان البنات هتسمع كلامي، بس باكد عليكم انتوا الشباب. الحاجه المهمه برضو اللي لازم تاخدها معاك هي ميه وعصير، او ميه على الاقل، عشان صدقني اللجنه ممكن تكون ساعتين او 3، فانت غصب عنك ريقك بيكون حجر، وكمان الجو بيكون حر، فخلي معاك دايما ميه وعصير او ميه على الاقل زي ما قلت لكم. الحاجه اللي بعد كده مهمه بطريقه مش طبيعيه بعد رقم الجلوس، هي اهم حاجه تقريبا بعد القلم كمان عشان ما اوفرش، هي ان انتوا لازم تاخدوا معاكم مروحه، سواء المروحه اليدويه او المروحه اللي هي بتتمسك في الايد اللي هي
بتكون الصغيره بتتسند على المكتب دي مهمه بطريقه مش طبيعيه. عايزه اقول لكم احنا اول يوم امتحانات ثانويه عامه احنا كنا بننهار من الحر، حرفيا كلنا اتصدمنا من الحر. ما بيكونش ساعات في مراوح في اللجنه او اي حاجه تهوي عامه في اللجنه، بس ساعات ما يكونش فيها شبابيك. احنا لجنتنا كانت صعبه بطريقه مش طبيعيه لدرجه ان احنا وصلنا ان احنا بنقطع الكراتين اللي كانت موجوده هناك عشان نهوي على نفسنا بس واحنا بنحل. الحاجه اللي بعد كده وبرده مهمه جدا، عامه كل حاجه في الفيديو دوت مهمه عشان انا قايله لكم شويه تريكات بجد تحفه، وهي الساعه. قلتها لكم قبل كده، الساعه صاحبتك في لجنه امتحان ثانويه عامه. انت كل 5 دقايق لازم تبص على الساعه، بس اكيد مش الساعه السمارت ووتش دي. انت اكيد مش عايز المراقب يبقى قاعد بص عليك 24 ساعه، وعامه انت اول ما تدخل هياخدوا منك الساعه دي، فصدقني انت مش عاوز اكيد المراقب يفضل قاعد جنبك وشاكك فيك 24 ساعه، وحرفيا هيرخم عليك طول اللجنه. فيعني بلاش تاخد ساعه سمارت ووتش، خليك في الساعه اللي هي المدوره عادي، اللي هي فاهمين انتوا فاهمين. نسيت اسمها يا جماعه، قصدي اللي هي الساعه العاديه. انتوا اكيد فاهمين الساعه العاديه يا جماعه. المهم حتى لو انتوا ما تعرفوش تقروا فيها، انا برضو ما كنتش بفهم فيهم لغايه دلوقتي، ما بفهمش فيهم، بس ايام ثانويه عامه ماما فهمتني شويه يعني فيها. فيعني حاولوا تحفظوها بقدر الامكان، عشان كل 5 دقايق لازم تبصوا على الساعه. حرفيا الساعه صاحبتكم في لجنه امتحان ثانويه عامه. الحاجه اللي بعد كده وبرضو مهمه ان انتوا تاخدوها معاكم، هو سناك مسكر، عشان زي ما قلت لكم الجو بيكون حر قوي، فممكن لا قدر الله تهبطوا او تصدعوا، او زي ما قلت لكم اللجنه بتكون طويله برضو، فممكن في النص كده لو عطلتوا او خفتوا شويه او توترتوا ممكن تاخدوا كده قطمه من تفاحه او موزه او اي حاجه تكون معاكم، بس ايه تهديكم وتخليكم تفصلوا شويه كده. صدقوني ان شاء الله هتهديكم وهتركزوا اكتر. والنصيحه اللي انا هقولها دلوقتي للبنات اللي بشعرها وانتي رايحه تمتحني، اوعي تفردي شعرك. حرفيا دي من اسوأ الحاجات اللي ممكن تعمليها. زي ما قلت لك الجو بيكون حر وانتي قاعده بتحلي، الشعر هينزل على وشك، فيعني لمي شعرك وانتي رايحه بون كده، او يعني ارفعيه لفوق. المهم ارفعيه عشان بجد الجو بيكون حر قوي، فيعني دي اهم حاجه، لمي شعرك. نيجي بقى للحاجات اللي ما تعملوهاش نهائي في لجنه امتحان ثانويه عامه عشان ما تندموش. اول حاجه ما تعملوهاش في لجنه امتحان ثانويه عامه وهي بديهيه جدا، وهي ان انتوا ما تروحوش بهاند فري او ايربودز وانتوا داخلين بيها اللجنه كده. وانا عارفه ان مفيش حد يعمل كده، بس في شويه شباب ممكن بقى يبانوا ان هم روشين ومش عارف ايه. انا اسفه في اللي انا بقوله ده، بس لو سمحت يعني مش شرط تدخل باللجنه بالايربودز. يعني المراقب هيشوفك وهيقول لك اقلعها وهياخدها منك، وهيفضل بقى ايه معجن عليك طول اللجنه، ويفضل رايح جاي عندك ويمكن يقعد جنبك، فيعني استفدت ايه؟ فيعني بلاش ايربودز في اللجنه، واكيد برضو بلاش سمارت ووتش زي ما قلت لكم. بجد من الحاجات اللي هتخلي المراقب يرخم عليك طول اللجنه، فيعني انت في غنى عن ده. ما نعملش ايه تاني في لجنه امتحان ثانويه عامه؟ ما تعملش اي حاجه تصير شك المراقب. يعني ما تفضلش قاعد بقى اللي هو ايه عمال تبص على ورقه صاحبك، او انت متنح له وعمال تصفر له، او عمال تكح كل شويه، او عمال تعطس، او عمال تصفر، او عمال مش عارف ايه، وعمال تشاور مش عارف ايه. السؤال التاني ليه بجد؟ اول حاجه الغش حرام، ده مبدئيا كده، يعني حاجه ما ينفعش نتناقش فيها اصلا، فانت حر، بس هي حرام. ثانيا انت مش هتستفاد اي حاجه، انت مش ضامن عامه الولد اللي قاعد جنبك ده هيغشك صح ولا غلط، ومش ضامن اصلا هو بيحل صح ولا غلط. فصدقني بلاش، مش هتستفاد اي حاجه، واكيد ربنا شايفك. يعني انت لو فاكر ان المراقب هو بقى مش شايفك وانت خلاص غشيت وزي الفل وغشيت الامتحان كله، فربنا شايفك، واكيد لا قدر الله يعني مش هيكرمك زي الناس اللي بتتعب وبتحل مجهود. فايا كان انت لو في حاجه عطلانه معاك وواقفه معاك، صدقني حلها بمجهودك وربنا هيكرمك اكتر مما تتخيل. فاحنا كده متفقين ما تعملش اي حاجه تصير شك المراقب، عشان ما يرخمش عليك ولا يخليك تتوتر. حتى لو انت مش هتغش، مش اللي هو بقى تفضل تفرك في اللجنه واللي هو قاعد تهز رجلك، او عمال تخبط بايدك، او عمال تكح كل شويه. يعني حاول بقدر الامكان بجد تهدى وما تتوترش، مفيش حاجه مستاهله. وكمان عشان المراقب ما يرخمش عليك ويخليك تتوتر زياده، حتى زي ما قلت لك لو انت مش هتغش فحاول تكون هادي في اللجنه. ايه تاني ما نعملوش في لجنه امتحان ثانويه عامه؟ ما تكلمش حد في اللجنه وما تردش على حد في اللجنه. ليه؟ عشان هتلاقي مره واحده ناس مثلا في اللجنه صاحبك اللي ورا عمال بقى ايه مين ايه كابتن السؤال الاول السؤال الثاني السؤال الثالث، كابتن قول لي هنجح هسقط مش عارف ايه. هتلاقي اللي جنبك قاعد بيعيط، واللي قدامك قاعد بينهار، واللي جنبك اصلا اتقفش وهو بيغش. فانت قاعد مع حالك مع نفسك، اللي يكلمك ما تردش، اللي انت عاوز تكلمه ما تتكلمش معلش لغايه لما تخلص لجنتك وتكلم وعيش حياتك براحتك. فيعني ما تعملش اي حاجه برضو تثير شك المراقب. وصدقني انت لو مثلا غششت الولد اللي وراك او الولد اللي جنبك والمراقب شافكوا، انت اللي هتكون المذنب وانت يعني هتتحاسب. فيعني ايه لازمته؟ فانت اول ما تدخل اللجنه اقعد في مكانك واهدى وما تتكلمش حد بقى، خلاص يعني ستوب كده بقى، افصل وركز انت والورقه بس كده، واقرا كل الدعاء اللي انت حافظه، كل الادعيه اللي انت حافظها، وسمي ربنا وابدا حل. وبس دي الحاجات اللي انا كنت عاوزه اقولها لكم، ودي الحاجات اللي انا برضو كنت عاوزه انبه عليها في الفيديو. فاتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، اتمنى ان انتوا بجد تكونوا فهمتوا كل حاجه في الفيديو. لو عاوزتوا اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس، وانا بحاول على قد ما بقدر برد على كل الكومنتس بتاعتكم. وبس اخر حاجه عاوزه اقولها ان انا بحبكم وواثقه فيكم، وعارفه ان انتوا تعبتوا طول السنه وحرفيا خلاص انتوا مش قادرين، بس احنا خلاص في نهايه الرحله، احنا خلاص بنشطب الرحله. فيعني ما تتعبوش الشهر دوت ولا تتكاسلوا الشهر ده، خلاص انتوا بتقفلوا المرحله دي من حياتكم ان شاء الله. فانا واثقه في ربنا ان هو ان شاء الله هيكبر بخاطركم وبخاطر اهاليكم باذن الله، هيعوضكم خير. وبس كده بقى، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنتس، وتوصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من ثانويه عامه عشان تستفادوا كلكم من الفيديو ده. وبجد انا بحبكم قوي وربنا معاكم ويوفقكم. لو عوزتوا اي حاجه ما تنسوش تكتبوا لي. وبس كده، باي.